امتى نقدر نحكم على عمل فني انه عمل فني اصيل؟ عمل فني أصيل يعني متأصل بذات الفنان، مش بتاريخ الفنان ولا بوطن الفنان ولا بعقيدة الفنان، متأصل بفكر الفنان، موقفه الفكري، موقفه الجمالي من الفن ومن الحياة. هنا معنى الحقيقي للأصالة. هنا في لبس، لأنه النقاد بيربطوا مفهوم الأصالة بارتباطه بالتاريخ المصري بما أننا مصري، أو التاريخ العراقي بما أننا عراقي، أو المغربي أو السوري. لا طبعا، ده خطأ. أكبر دليل على ذلك أنه حضرتك لما تشوف عمل من أعمال بيكاسو أو براك أو ماتيس، أي فنان من الفنانين الرواد بداية الفن الحديث، تقدرش تشاور تقول ان اللوحه بتاعت بيكاسو دي بتاعت فنان اسباني. لا، هو اسباني بس اسبانيته ما بانتش في اللوحه، هو بيعمل انسان. طب ده يهودي، ده مسلم، ده مسيحي، ده اسباني؟ لا لا، ولا كلام من ده. هو بيعمل امراه جالسه، او بيعمل جورنيكا بيعبر عن ضرب القريه بتاعته اثناء الحرب العالميه الثانيه. بيرسم، بيعبر، بيفكر، بيخترق الثوابت، بيعمل فن معاصر. مفهوم الأصالة هنا ملوش علاقة أبدا لا بالتاريخ ولا بالعقيدة ولا بالوطن ولا بأي شيء سوى بالفنان ذاته. أصيل قد إيه هذا العمل طلع من قلبه هو نفسه، من خلال تجاربه وخبراته ودراسته لمشروعه وتحديده لأهدافه، وشغال بس.